سعيدة باللقاء بكم متتبعي الأوفياء من جديد وفي وصفة جديدة. ومع الوصفات الساخنة لهذه الأجواء الباردة غنتقاسم معكم شوربة اللي كتعجب الكبار والصغار. هاد الشوربة بالضبط خاصها ضروري ولو القليل من الجامبا أو لانغوستينو والكالامار باش كتجي بطعم أسيوي. ولهذا حاولوا ولو تاخذوا غير كونجلي وتحضروا هاد الشوربه تجيكم ان شاء الله روعه. بعد ما كنقيوهم ونقطعوهم الى قطع، ما نساوش نحيدوا هاد الشريط اللي كيكون اسود في الجامبا او لانغوستينو. الرؤوس اللي بقات معايا غادي نضيفوها للمرق باش نرويو بها الشوربه ديالنا. وكيف العاده لاي شوربه كتحتاج المرق غادي نوجدوا مرق منزلي، وغادي ناخذ فقط بقايا من الاسماك اللي كتبقى معنا. بالنسبه لي انا غادي نستعمل الراس ديال السلمون اللي خديته طبعا من عند الناس اللي كيبيعوا الحوت، وغنضيف له الجزر، البويرو، القزبر المعدنوس، الملح، الفلفل الأسود، زيت الزيتون، ونوضعه فوق النار. بالنسبة للخضار غادي نحتاجو البويرو، ضروري تفتحوه من الوسط لأن كيكون فيه غبار عالقة وبعض الخطرات كيكون حتى حشرات. خيزو أو الجزر اللي غادي نحكو بالحكاكة فقط. الفطر أو تشامبينيونس اللي هو يعني أساسي في الشوربات الآسيوية. سبق لي شاركت معكم طريقة باش نضفو الفطر، يعني ما كنغسلوش بالماء باش ما يمصش لينا يعني الماء، فقط كنمسحوه بشي زويف وكيتقشر. والطريقه رانا تقاسمتها معكم في فيديوهات سابقه. في واحد المقيله مع زيت الزيتون والزبده غنشحروا الخضر غير بدا يطيح شويه. نضيفوا الفطر، غنضيف واحد فصوص من الثوم غادي نحكهم فقط بالحكاكه. نضيفوا الكروفيت مع الكالامار. بعد ما يتشحروا بدورهم نضيفوا الفلفل الاسود، الزنجبيل او السكنجبير، القليل من الملح. في الاخير غادي نضيفوا خيزو او الجزر. بطبيعه الحال ما غيحتاجش طياب بزاف لانه محكوك. بالنسبه للمرق راه وجد، غنفرغوا الكل في واحد الطنجره. وصراحه احسن حاجه هي الطنجره ديال الطين. وغنمرقوا بالمرق اللي وجد معنا، والمرق المنزلي كيبقى احسن مرق. يعني انا ما كناخذوش من لي سوبر، كنحضروا غير في الدار. وغنستعملوا الشعريه الصينيه بعد ما كنغمروا عليها بالماء المغلي وكنخليوها واحد 10 دقائق. كنقطعوها شويه بالمقص وكنضيفوها للطنجره. والطعم المميز للشوربات الاسيويه هي صلصه الصوجه، كتبقى اختياريه ولكن صراحه كتجي مواتيه مع هاد الانواع الشوربات. والقياس اللي تفضلوا طبعا كتكون مالحه، لهذا ما كنكثروش الملح بزاف. والسودانيه او الحار بالنسبه ليا كيعطي نكهه رائعه ولمسه لهاد الشوربه. حتى الا ما كتبغيوش الحار ضيفوا غير شويه السودانيه، يعني غير داك كي كنقولوا داك النكهه اللي خاصها تكون في الشوربه. وكيبقى اختياري الا بغيتوا تعقد معكم الشوربه ضيفوا القليل من النشا او الميصينه. بعد ما كنخفوها بالقليل من الماء وكنخليوها تعقاد. وطبعا مع التحريك المستمر متتبعي الاوفياء الشوربه ما بقى لنا غير نقدموها. الشوربه فعلا كتجي روعه وطعم اخر مختلف على الشوربات اللي كنحضر معكم. نتمنى تعجبكم حتى نتوما وتجربوها. في الاخير كنشكركم متتبعي الاوفياء على المشاركه ديالكم القيمه وعلى التعاليق الجميله اللي كتخليو لنا.
ودائما كنرحبوا بالناس الجدد اللي انضموا لينا، ومرحبا والف مرحبا. وعلى امل اللقاء بكم متتبعي الاوفياء مع وصفات اخرى وفي حلقه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى.